نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. قال في تلك المباراة لدينا هنا هذه المباراة التي من خلالها نتمنى فيها طبعا الفرجة والمتعة للمشاهد الكريم عبر قنوات بي إن سبورت هنا في هذه الأمسية المونديالية الكبيرة. طبعا أمسية مونديالية تأتيكم بصافرة عربية خالصة في هذه الأمسية، بطبعا صافرة الحكم الجزائري مصطفى غربال، الرجل البالغ من العمر 37 سنة الذي يدير هذه المباراة طبعا بمساعدة عبد الحق الثاني في هذه المباراة. مارتينيز حاضر هنا في هذه المباراة وفي هذه المواجهة. الإكوادور والفوز في المباراة الأولى، المنتخب الهولندي والفوز كذلك في المباراة الأولى بهدفين مقابل لا شيء لكلا المنتخبين في الجولة الأولى. في الجولة الماضية صورة جميلة هنا من ملعب المباراة من استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، الملعب الذي يحمل في طياته الكثير من الذكريات والكثير من المباريات والكثير من الأحداث الرياضية الكروية التي كانت هنا طبعا بداية من البطولات التي كانت حاضرة منذ السنوات الطويلة الماضية وعلى مدى السنوات الطويلة الماضية. نهائي بطولة كأس آسيا كان هنا بين استراليا واليابان، وصولا مشاهدينا الكرام إلى البطولات الكبرى كأس العالم للأندية ووصولا إلى مباريات كأس العالم. غوسافو ألفارو المدرب الأرجنتيني الظاهر على الشاشة، الرجل الذي لا شك في أنه يعيش ضغطا كبيرا هنا قبل هذه المباراة، وقربت من البطولة دون الفوز بها خلال المشاركات الماضية لهذا المنتخب. سلامات لمن سقط أرضا، سلامات لأنجيلو بريسيال. المتابع بأن في هذه المباراة بإمكاننا أن نشاهد سويا أول المنتخبات العابرة إلى الدور القادم وهو المنتخب الهولندي. عادت كرة ملعوبة، الله مر الله حلق يا صغيري حلق. فما أجمل التحليق في سماء المونديال، ما أجمل التحليق في سماء المونديال. جاكبو يسجل ثاني أهدافه، وأي هدف هذا الذي أتى به للعالم فيما لو فاز، فيما لو حقق الانتصار. بينما هنا كرة ملعوبة خطأ إلى فالنسيا، اللاعب المهم جدا لمنتخب الإكوادور، واحد من اللاعبين المهمين جدا. كرة ملعوبة أمامية دومفريس، خطأ موجود، خطأ من قبل مصطفى غربال الحكم الجزائري الثالث الذي يحضر في سماء المونديال بعد كل من بلعيد من المساحات التي بنى عليها المنتخب الإكوادوري. اليسرى ثم الانطلاقة إلى الأمام، هنا المرور، هنا الوصول، لكنها مضت. تغطية رائعة، دومفريس يسقط أرضا هنا في هذه اللقطة. سلامات لدومفريس. كانت كرة وكانت يعني بشكل لا هذا عرض كبير. هنا الكرة الملعوبة في كلاسن من اليمين، دينزل دومفريس إلى خارج أرضية الملعب. هذا هو اللاعب جاكبو، تتخلى هنا كايسيدو عبر بكرة ملعوبة. يا الله على الإكوادور، وكأنهم كانوا ينتظرون. لا تزال من اليمين العرضية المرسلة ثم إلى خارج أرضية الملعب. أي جنون هذا يا سادة، أي ضربات تتوالى. من اليسار لمنتخب اللاتري، ثم صافرة موجودة، صافرة العربية حاضرة. خطأ لمصلحة مايكل استرادة، وبالتالي مخالفة وقد ممكن يمر، قد يأتي بالمرور. مر الله على كرة، على روعة، على سحر، على روعة مرور من جانب فالنسيا هذا الكبير، لكنه على الإطلاق هنا بالرأس. الكرة ملعوبة أمامية، خطأ. هذا الهدف بأنه كان أكثر جمالا، أكثر روعة من جديد. الكرة في أقصى اليسار بالرأس ملعوبة ثم إلى خارج أرضية الملعب. يا الله، أمانة شخصيا لم أكن أتوقع بأن يحضر المنتخب الإكوادوري بهذه الهولندي. جاكبو طبيعي جدا لاعب يبلغ من العنابي في أن تخدم الظروف في قادم اللحظات وفي قادم المباريات، بداية من هذه المباراة وصولا إلى مباراة الأخيرة أمام المنتخب الهولندي في ثالث الجولات. الرجل الحاضر في هذه اللحظات، الرجل المتواجد هنا
واحد ملعوبة أمامية للمنتخب الهولندي. مر أهد ونتابع كرة ملعوبة لكنها تبعد تسديد. الإكوادور تعدل في اللحظات الأخيرة، وبالتالي قرار ياتي يحرم ستكون حاضرة بالفعل أمامية لمصلحة منتخب. يا الله على فالنسيا الغير محظوظ، مضت من راسه إلى المرمى، لكن المدافع الهولندي قال لا، مضت من راسه. تسعى هنا التعادل. الله لا، مستحيل، لا يعترفون بالمستحيل، لا يؤمنون بالمستحيل، يبحثون عن التميز، عن التحليل في سماء المونديال. من حرموا في شوط المباراة الأول أتوا وحضروا في شوط المباراة الثاني بضربة من الماضي. الآن أصبح من الماضي ركلة مرمى لمصلحة منتخب الإكوادور. 1-1 هنا في هذه المباراة. يا اينر يا فالنسيا. لاحظ هنا قطعت الكرة. كايسيدو قطع الكرة ثم بيرفيس السوبينيان المحاولة من بعد ذلك. من جديد إلى فالنسيا. الجنون الذي كاد أن يأتي، الجنون الذي كاد أن يتحول لواحة. مساحة لهدف المباراة. تسلل وصل متأخرا يا جاكبو، لكنك في اللقطة المباراة في خورس. كرة إلى الأمام بالرأس.